أهلا وسهلا بيكم. معاكم دكتور إنجي مجدي، أخصائية العلاج الطبيعي، دبلومة التغذية العلاجية جامعة القاهرة، ماجستير التغذية العلاجية جامعة القاهرة. هجاوب على أحسن سؤال وأكتر سؤال بتسأله: إيه أحسن أنظمة أقدر أخس بيها وزن بمنتهى السهولة؟ النهاردة مجمعة لكم أحسن 3 أنظمة لخسارة أكبر كمية وزن وأكبر كمية دهون والحفاظ على الكتلة العضلية، مناسب لحالات كتير وأقدر أستمر عليه فترة طويلة. يلا بينا يلا بينا. أول نظام من الأنظمة الثلاثة اللي هنتكلم عنها النهاردة وهو نظام عالي من البروتين، كمية بروتين عالية تقدر تحافظ لي على حاجات كتير قوي في جسمي. مشبع جدا، تعال نقول مميزاته: مشبع جدا لفترة طويلة، لأن هو البروتين من الحاجات اللي بتطول في الهضم، بطيئة في الهضم، بيقعد في المعدة فترة طويلة. فتقول لك أنا لو كلت بيضتين الصبح ممكن أقعد عليهم لغاية بالليل، لأنه هو مشبع، بتشبعني فترة طويلة. فانا ضمنت ان انا شبع لوقت اطول للناس اللي بتحس بجوع، تاكل وبعد ساعتين تحس بجوع، فده مشبع جدا. تاني حاجة بيحافظ جدا جدا على الكتلة العضلية. ناس كتير قوي تعمل دايت تيجي تقول لي انا بعد فترة العضلات عندي في الانبادي بتقع. لا، انا حاسة بهزلان، حاسة جسمي وجعني، حاسة مش قادرة اعمل المجهود الاعتيادي بتاعي ولا شغلي. ليه؟ لانها بتفقد كتلة عضلية كبيرة. النظام ده بيحافظ لي على الكتلة العضلية كويس جدا، وتحافظ على الطاقة، تحس ان انت جسمك كله انرجيني والادرينالين عندك عالي بسبب البروتين الكتير اللي انت بتاكله. وبيرفع معدل الحرق كويس جدا للناس اللي حرقها بطيء. البروتين بيرفع من حرق الجسم. طب عرفنا مميزاته، ايه هي البروتينات اللي اقدر ادخلها؟ البروتينات عندي بروتينات، مصادر البروتينات سواء بروتينات نباتيه او بروتينات حيوانيه. النباتي زي البقوليات، الفول والعدس والبصاره والحمص والترمس والفشار، كل ده بروتينات نباتيه. بلس المشروم. والمشروم هنا انا بتكلم على اقرب حاجه نباتيه قريبه في القيمه الغذائيه من اللحوم والفراخ. بس نصيحتي للناس النباتيين: لما تيجي تاكل بقوليات لازم تجمع في نفس الوجبه صنفين بروتينات، لان البروتين النباتي فقير من الاحماض الامينيه. فانا محتاجه ازود احماض امينيه، محتاجه ارفع نسبه الحديد في جسمي. فلما اجي ادمج مثلا عدس بفول، او عدس بحمص، او مشروم بترمس، فاهميني؟ بحيث ان انا اخد الاحماض الامينيه اللي جسمي كلها محتاجها، جنب طبعا اللحوم والفراخ والاسماك. الاسماك اللي بناكلها من مرتين لثلاثه في الاسبوع، اللحوم مرتين في الاسبوع، الفراخ من مره لمرتين في الاسبوع. البيض طبعا من الحاجات اللي هاي بروتين، اللي مشبعه جدا، اللي بتحافظ لي على الكوليسترول اللي هو الاتش دي ال. مش بتعلي من الكوليسترول الضار، هي بترفع من الكوليسترول الجيد اللي هو الاتش دي ال. وكمان طبعا الالبان، خاصه الالبان قليله الدسم، دي كلها مصادر للبروتين. ندخل على تاني نظام هنتكلم عنه النهارده، نظام البحر المتوسط. الميديتيريان دايت ده نظام اتطبق من اكتر من 10 15 سنه في دول الاسيويه، ولقيوا فعاليته جدا جدا في حاجه مهمه: بيقلل الانفلاماتوري الانفلاميشن الموجود في الجسم. فهو انتي انفلاماتوري دايت، يعني نظام بيقلل الالتهابات. الناس اللي عندها روماتيزم، اللي عندها اوتو اميون ديزيز، امراض مناعيه، عندها مشاكل في القلب، عندها ضغط عالي، عندها غده داخله على مقاومه انسولين، من احسن الانظمه اللي بتقلل الالتهابات في الجسم، وبتدعم من صحه القلب. وده هنعرفه من المصادر اللي اقدر ادخلها في النظام بتاعي. فهو من اكتر الانظمه الصحيه، لانه بيرفع كويس جدا من مناعه الجسم، وزي ما قلنا بيقلل الالتهابات، بيساعد جدا في خساره الوزن، وبيحسن من صحه القلب، وبيقلل الكوليسترول الضار، وبيحسن كمان معايا وبيقلل لي كويس جدا الدهون الثلاثيه، بيحسن لي الكبد الدهني. اقدر التزم عليه مده طويله، يعني ما ازهقش منه. حد يقول لي انا بمشي على دايت اسبوع والتاني وازهق وامل، لا. نظام البحر المتوسط من اكتر الانظمه اللي تقدر تستمر عليه فتره طويله وما تحسش انك بتعمل دايت او بتحس بملل. طيب يعتمد على ايه؟ طبعا احنا محتاجين نقلل الالتهابات في الجسم. اهم حاجه بتقلل الالتهابات في الجسم الاسماك. اسماك كلها البحريه معايا، من مكريل، من سلمون، من سردين، من تونه، من جمبري. الحاجات دي كلها من اكتر الحاجات اللي مليانه اوميجا 3 وبتحفز من مناعه الجسم. طبعا زيت الزيتون، لان هو بيحفز لي
الاتش دي ال اللي هو الدهون الكوليسترول الضار، سوري الكوليسترول الجيد، وبيقلل لي من الكوليسترول الضار، وبيقلل لي من الترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثيه. الخضار والفاكهه بما فيها من فيتامينز بترفع من مناعه الجسم، فبالتالي الالتهابات بتقل. المكسرات دهون صحيه مشبعه. الحبوب الكامله زي القمح، الذره، طبعا النشويات المعقده زي البطاطس، الكينوا، الشوفان، كل دي اقدر اعتمد عليها في انظمه البحر المتوسط، وده من احسن الانظمه اللي بتخس عليها الحالات معانا في العياده برقم محترم جدا وبصحه. يعني هي مش بتخس بس، لا هي بتخس بصحه. تالت نظام معانا وهو نظام منخفض الكربوهيدرات، وده لو كارب. ده نوع بنوصل فيه الكربوهيدرات نسبة تصل من 15 ل 35% على حسب كل وزن وعلى حسب عجز السعرات اللي انت عامله. بنقلل الكربوهيدرات في كده. طب ده بيعمل ايه بقى؟ الناس اللي داخله على مقاومه انسولين، الناس اللي مش عارفه تشبع، الناس اللي سكر الدم عندها عالي، الناس اللي بري دايابيتك اللي هي داخله على سكر لا قدر الله، من احسن الانظمه اللي تطبقيها لو لقيتي تحليل مقاومه الانسولين عندك عالي. اول ما تلاقي تحليل مقاومه الانسولين عندك عالي وعندك شراهه وكريفنج للحلويات والسكريات، طبقي نظام اللو كارب، هتلاقي انخفاض جدا جدا في تحليل مقاومه الانسولين، انخفاض جدا وملحوظ في المقاسات. من احسن الانظمه تقول لك انا طبقت اللو كارب اسبوعين ولقيت ان انا مقاساتي مثلا نزلت في اسبوعين من 5 ل 10 سم، فتلاقي فرق كبير في المقاسات، بيبقى النزول ملحوظ. بيقلل الشهية. الناس اللي بتقدر تعمل بتقدر تعمله بعد فترة بتقولك أنا كنت باكل كميات كبيرة، دلوقتي بقيت بشبع من أقل كمية. زي ما قلنا بيتحكم في مستويات سكر الدم، لأن هو بيقلل الكريفنج، فبيقلل سكر الدم وبيقلل من إفراز الأنسولين، وعلى المدى البعيد بيعالج مقاومة الأنسولين. بيعتمد على حاجتين، إن أنا أقلل حاجات وأزود حاجات. أهم حاجة أعتمد عليها في اللو كارب الخضار، لأن الخضار ده كربوهيدرات نشوية أقدر أدخلها عشان أقدر أقلل من العيش الابيض. الدهون الصحيه عشان تشبعني فتره طويله، وطبعا اساسي معايا البروتينات. اقلل اي حاجه فيها سكر، سواء دي ابيض مخبوزات ومعجنات، سواء رز ابيض، سواء حلويات، سواء مشروبات، ده ضد خالص نظام اللو كارب. دول اهم 3 انظمه مهمين معايا لتحسين جوده الحرق وتحسين الشبع وخساره وزن ودهون اكتر من خساره عضلات. طب يا دكتور حضرتك قلتي لي ان احسن 3 انظمه اللو كارب والهاي بروتين والبحر المتوسط، انا امشي على اي نظام؟ ايه النظام اللي يناسبني؟ افضل نظام هو اكتر نظام مناسب لحالتك، بيماشي مع طبيعه اللايف ستايل بتاعك. انت شخص بتحب العيش كتير، اقول لك امشي لو كارب؟ اكيد لا. شخص بتتمرن 6 مرات في الاسبوع جيم، اقول لك امشي على اللو كارب؟ لا، انت عايزه هاي بروتين. شخص عنده غده درقيه او عنده مشاكل صحيه او عنده الم في جسمه، بيسحب الم وبينام بالم، جسمه كله وجعه، لا حضرتك محتاج الميديتريان دايت او نظام البحر المتوسط اللي هيقللك الالتهابات في جسمك. فعلى حسب احتياجك ونمط يومك، احتياجاتك من الكالوريز، احتياجاتك من الاكل. شخص بيحب البروتين اقول له امشي لي على اللو كارب؟ لا، ما انت محتاج بروتين كميه كبيره، يبقى امشي على هاي بروتين. على حسب احتياجات جسمك وبناخد. واكتر نظام وجمله بقولها للحالات عندي، افضل نظام تمشي عليه النظام اللي يضمن لك الاستمراريه، اقدر امشي عليه فتره طويله من غير ما ازهق، من غير ما اتعب، من غير ما احس بملل وزهق واقول انا مش هكمل. اضمن الاستمرارية، اختار على هذا النظام اللي تحبه واللي تحس انك انت هتكمل فيه. هقولها لك، مش مهم اسم النظام، مش مهم تمشي على تقول انا همشي على ده او على ده او على ده، المهم انك تقدر تلتزم بيه. دي حاجة. تاني حاجة لازم تعمل عجز سعرات، مش تقول مثلا انا همشي على هاي بروتين فانا هاخد انت محتاج من السعرات 2500 كالوري، فانت تروح تقولي انا هعمل هاي بروتين بس تاخد 4000 كالوري وتقولي انا مستني اخس. لا، ما انت لازم مع اي نظام انت هتاخده لازم تمشي عجز سعرات علشان تعمل انخفاض للوزن عن طريق عجز السعرات اللي انت هتعمله. ويا ريت ما نعملش ازيد من 500 كالوري بس في اليوم عجز سعرات. اخر نصيحه برضه اقولها لك، اي نظام من دول طبق مع الصيام متقطع هتلاقي النتيجه مضاعفه معاك والحرق الضعيف اكتر. الصيام متقطع مش نظام اكل، الصيام المتقطع نظام تنظيم مواعيد اكل، فهو بيفرق جدا في الحرق مع اي نظام من الانظمه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب اكون افدتكم على افضل انظمه لخساره الوزن. سيبونا وزنك وطولك وسنك ومعدل الحرق بتاعك، معدل حركتك، وانا اقول لك ايه افضل نظام تمشي عليه. وسيبونا اي سؤال تحبوا تسالوه او اي موضوع تحبوا نتكلم عنها، ويا رب دايما تبقوا بخير.